كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. اول يوم رمضان عملت لكم حلو اللي بحب القهوة. الوصفة دي اللي جميلة جدا ما شاء الله وسهلة وسريعة، يعني تنفع بالكنافة. تمام معايا كده الشعرية الباكستانية، لو عندكم كنافة اعملوها بالكنافة هتكون جميلة برضو جدا. قبل ما ابدأ في الفيديو قول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد بعد الافطار كده، قلت اعمل لكم نوع حلو كده جميل جدا ما شاء الله، تجربوه هيعجبكم جدا. بعد لما كسرت كده الشعرية الباكستانية خليتها ناعمة، رحت جايبة حلة كده على النار فيها شوية كده من الزبدة او السمنه، وهنحمر فيها الشعريه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تمام. اول ما نحمرها كده هنبدا نطلعها ونجيب بقى صينيه، اي صينيه عندكم تعملوا فيها تروحوا ضايفينها كده فيها. انا هعمل كده في الصينيه دي زي ما انتم شايفين كده، وهفردها اهو. هفرد كده اهو زي ما انتم شايفين. الوصفه دي حلوه جدا، قلت اعملها لكم كده اول يوم في رمضان. بعد الافطار معايا كده 4 كوبايات من الحليب اللي هو اللبن، معايا ربع كوبايه من السكر، معايا كمان 6 معالق من النشا. تمام. دي الكريمه اللي احنا هنعملها للشعريه. تمام. او الكنافه يعني. وبعد كده معايا معلقتين من القهوه او النسكافيه، القهوه اللي هي سريعه التحضير دي. تمام. وهنقلبها كده تقليبه حلوه لغايه لما القوام يتقل كده معانا. لو عندكم قشطه ضيفوا علبه قشطه. تمام. أنا مش كان عندي بس اتكفيت بدي. تمام. تمام زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هروح جايبه بقى الكريمه دي، وبعد كده هروح ضيفها كده على الشعريه زي ما انتم شايفين كده، او الكنافه جميله جدا ما شاء الله. لو وصلت لغايه هنا حطي لي لايك واشتركي في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا القناه، وفعلوا الجرس وكومنت حلو. هضيفها بقى في التلاجة لمده دقيقتين كده ولا 5 دقايق لغايه لما اعمل الكريمه التانية. معايا معلقتين من النسكافيه ومعلقتين من السكر وربع كوبايه من الميه السخنه. تمام. هنضربهم كده ضربه حلوه لغايه لما يكون معانا كريمي كده ويكون جميل. تمام ما شاء الله. يعني هتشوفوا معايا القوام هيكون عامل ازاي. عندنا نضرب فيه لغايه دقيقتين كده لغايه لما يكون معانا القوام بالطريقه دي. بعد كده هروح ضيفها كده عليه. جميله جدا ما شاء الله، الوصفه دي هتعجبكم جدا. تمام اهو زي ما انتم شايفين، عجبت العيال جدا ما شاء الله يعني. بعد كده هنعمل لها شكل كده بسيط كده يعني. تمام. بعد كده هروح جايبين ليها شويه كده من الكاكاو كده، وهنضيفها كده عليه زي ما انتم شايفين كده. واحلى حلو ممكن تاكليه وممكن تعمليه، هو الحلو ده جميل جدا. اللي محبين القهوه ممكن تعملوها ما شاء الله جميله جدا جدا. اهو جربوها وقولوا لي رايكم فيها. بعد كده ضفتها في التلاجة لمدة دقيقتين. بعد كده طلعتها وهقطعها كده معاكم تقطيعة جميلة زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده خلاص قطعناها. هنبدأ بقى ايه اقطع لكم كده قطعة كده منها. ما شاء الله كانت ماسكة نفسها وكانت جميلة وكانت طعمة جدا جدا جدا. طعمة والله كانت خطيرة خطيرة. جربوها تعجبكم جدا. قلت اعملها لكم اول يوم رمضان. استنوا بقى الفيديو الجاي. ولو الفيديو عجبكم استنوا الفيديو الجاي.